بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات سمعتنا إذا حلقة خاصة بزعباء حدا أقداسي زخونة تحسته جن أسامحنا بعرب كن الزاربينا كلنا عرب نفلتنا إن شاء الله. أتي ترى لازم بلت حزبنا بتقنيا قلنا نحن نردو يزقبا، لكن زي بروجرام زي بحلفي أدلايس لزخونة بعرب كن الزاربينا إغليتان لكم برضو كن الزاربينا كل حوسوات كوينو بعربي متقنيا كمتشي، لكن تقندي بعرب نمنتاي لأنه ببزحتي إذا نجرزي للزاربلوز اللو نساتهم من استينا هنا دك ناس لزخونو كاب دك نستيوكم تبعتيو نزنجر بطعم أدلاي نجرس لزخونة بعرب كن الزاربيناكم. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نتقدم إليكم في موضوع خاص حول كيف تختار صاحبتك وكيف تختارين صاحبك. ونعني هنا بالصاحب هي الزوجة أو الزوج، لأن الله تعالى قال ولم تكن له صاحبة أي زوجة، وقال سبحانه وتعالى والصاحب بالجنب أي هي الزوجة، فسر بأن الصاحب بالجنب هي الزوجة. وممكن أن يقال أيضا كيف تختارين بعلك، لأن الله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم عليه السلام قالت وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجاب. مشاهدي الأكارم، طرح لنا مشروع أو موضوع من قبل شبابنا وأبنائنا: هل يجوز لنا أن نختار زوجتنا من خلال التعارف ومن خلال الجلوس في بعض الأماكن بحضور الأهل والأقارب، أو هل بالإمكان أن نكرر الرؤية الشرعية مرات ومرات؟ إننا نجد حرجا في الرؤية الشرعية إذا دخلنا على بيوت أهالينا في النظرة الأولى ويكون والدها حاضرا ووالدتها حاضرة ووالداي أيضا أنا حاضرين، فلا أستطيع أن أملأ عيناي منها، وبالتالي أجد حرجا كبيرا من ذلك، وهي نفس الشيء أيضا تكون في حياء كبير. لذلك لا أستطيع أن أعطي كامل نظراتي وكامل مشاعري تجاهها، وهي كذلك لا أستطيع أن أفهم فكرها ولا تفهم فكري ولا معتقدها ولا معتقدي. وعليه هل يجوز لنا أن أستفرد بها قبل أن يكتب الكتاب ويعقد العقد؟ هل ممكن أن يكون بيني وبينها علاقة حتى تفهمني وأفهمها؟ كل ذلك طرحه الشباب في حوار بين الدعاة وهؤلاء الشباب، ويريدون نظر الشرع في ذلك. قبل أن أبدأ في سرد يعني نظر الشرع في ذلك، أريد أن أستمع حقيقة إلى آرائكم أنتم معاشر الشباب. في هذه الحلقة معنا كثير من الشباب، وأتمنى أيضا الشابات أن يدخلوا معنا ويبدوا رأيهم بهذه الخصوصية، حيث وجدنا أيضا مشاهدي الأكارم أن بعض الإخوة الأفاضل يعني اجتهدوا في جمع بعض الفتيات وبعض الفتية في بعض المقاهي أو في بعض قلنا نقول ليس المقاهي، وإنما نقول يعني ملتقيات دعوية، وقالوا بحجة التعارف حتى يتم الزواج ويتم العقد الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه. هذه الطريقة أيضا سمعنا عنها في بعض الدول كألمانيا وبريطانيا ومن في بلاد أوروبا عموما. اجتهدوا بعض إخواننا بهذا. هل هذا التصرف صحيح؟ هل بناء العلاقة بهذه الطريقة صحيح؟ ما هي الطريقة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتبني أسرة؟ ولماذا الشباب يطرحون هذا الموضوع اليوم وبهذه الطريقة؟ ما هي الأفكار التي تتجاذبهم؟ ما هي الأفكار التي تتجاذبهم؟ لذلك كان لابد علينا أن نطرح هذا الأمر. بلا شك مشاهدي الأكارم ومشاهداتي الكريمات، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له زوجة، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهو القائل سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه هي الفطرة. الرجال ميالون إلى النساء والنساء ميالات أيضا إلى الرجال. خلق الله سبحانه وتعالى هذه الفطرة بشكل طبيعي،
ثم حذر الله عز وجل من الوقوع في الزنا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كيف طيب نعمل؟ هناك ميول بين الرجال والنساء، ما هو الحل؟ الحل هو عقد النكاح. عقد النكاح جعله الله سبحانه وتعالى فارقا بين الحيوانية وبين الإنسان الذي شرفه الله تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، الموضوع واضح، ما أحتاج أتفلسف فيه كثيرا ولا أذكر الآيات والأحاديث، الموضوع واضح. أريد الآن أحد الشباب، من معنا في كنترول من الشباب؟ طيب يا شباب، عندكم التلفون أمامكم 00447947 أرجوكم اتصلوا علينا وأعطونا آراءكم. أولا خلينا نستمع لشيخنا وحبيبنا أبو عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا زين هذه الابتسامة، يا زين هذا الوجه، اللهم احفظه يا رب، احفظه، لأن أنت يكفينا وجودك يا شيخنا. هات ما عندك. بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لا شك أن هذا الموضوع يعتبر من الأهمية بمكان، بالذات في هذا الوقت الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وكثرت نداءات الخلط، نداءات أنت كالفطر التي فطر الله عز وجل الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. مع هذه الأشياء وفي خضم هذه الظروف وفي خضم هذه المدلهمات، وجب علينا أن نناقش مثل هذا الأمر. وحقيقة الشباب ما زلت أسمعهم بين الفينة والأخرى. وين الشيخ محمد؟ حصل انفصال؟ طيب تعود إلينا إن شاء الله تعالى. طيب هذه كانت هناك مقدمة من الشيخ محمد بخصوص هذا الموضوع، سوف يعود إلينا إن شاء الله تعالى. هل من متصل غيره؟ يا أم أنس، أبو ريان، منصور، عبد الله الأهدل، أسامة، وينكم يا شباب؟ أبو عبيدة، يلا أبو عبد الهادي جاهز يواصل. عبد الهادي، يعطينا رأيك يا عبد الهادي. يا مرحبا. حيا الله عبد الهادي. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعوا الصوت يا مشايخ. هات شيخنا الكريم. حياك الله، اعطينا رأيك في هذا الموضوع. ما الذي تراه باعتبارك أنت شاب تبحث عن شريكة حياتك؟ عبد الهادي، محمد عبد الله، محمد سعيد، يا مرحبا. والله لا أزيد ولا يعني ما أزيد في كلام المشايخ، يعني والوالد والشيخ محمد عبد الله يعني كفى ووفى. بس لكن في نقطة مهمة، يعني في الزمن هذا صار صعب جدا انك تجد شريكة حياتك، خصوصا مع تقلبات الدنيا وامور الدنيا اللي صايرة الايام هذه. لكن يعني برأيي انه اظفر بذات الدين تربت يدك، وتشوف المرأة او الفتاة التي يعني تناسبك اخلاقيا وشخصيا، بحيث انه يكون زواج ناجح مثمر بإذن الله. طيب كيف ستظفر بذات الدين؟ الآن الكلام هنا التوجيهات النبوية معروف، تنكح المرأة لأربع، ومنها فاظفر بذات الدين تربت يداك. أنا كشاب كيف أبحث عن شريكة حياتي؟ كيف أبحث عن شريكة حياتي؟ هنا طرح. نعم. هناك عدة طرق. انت كيف ترى؟ كيف تبحث؟ هل بالطريقة التقليدية ترسل امك تروح تدور في البيوت وتشوف حلقات التحفيظ، ام ماذا؟ اليوم كما ترى يعني الاوضاع صارت صعبة. اعطينا رايك. والله صراحة في عدة طرق، منها كما ذكرت يعني ان الوالدة مثلا من المعارف ومن صديقاتها ومن البنات الذين يعني التي تراهم كفؤ وأهل إنهم يكونوا شريكة حياة. وفي طريقة ثانية ممكن في حكم الآن يعني صار زمن عبد الهادي المرأة والرجل. عبد الهادي، يعني دحين أم عبد الهادي لو جابت لك عروسة لا شفتها أنت ولا رأيتها وقالت لك خلاص أنا اخترتها لك، يلا ادخل في يوم العقد تشوفها،
هل توافق؟ لا أوافق صراحة. ما توافق على هذا الرأي. هلا عبد الهادي، صحيح، لا. نورت الشاشة. طيب الأمر الثاني أيضا، هل أنت تسمح لنفسك أنك تجلس معها وتتعرف عليها وتنظر إليك وتنظر إليها وتخلو بها؟ هل تسمح لنفسك بهذا؟ لا، هو ليس سماح، يعني في إطار الأدب وإطار الإسلام يعني لابد يعني يكون في إطار وفي ضوابط، يعني تكون فيها الخلوة، يعني يكون مثلا أحد محارمها، أو مثلا في إطار العمل، يعني في حكم طيب إنه بعض الآن صار الشباب يقول لك لو كان محارمها موجود يقول لك يا أخي أنا ما أخذ راحتي، ما أقدر أسألها، ما أقدر، ما هو الحل؟ والله زي ما ذكرت أنا، في إطار العمل مثلا، يعني مو شرط إنه مثلا تكون المرأة هي اللي تختار لك إياها الوالدة، أو ممكن يعني في إطار العمل يعني تكون أنت أدرى، يعني ممكن ترى فيها الخلق وترى فيها الشخصية المناسبة لك يعني. طيب خليك معنا، لا تروح بعيد. الآن سنرجع لشيخنا ووالدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. تفضل أبي أخذكم. والله الرابط اللي أرسلتموه كان صعب شوية، فأرسل إلي رابطي الخاص. طيب ممتاز، يلا ادينا باختصار كده رأيك في هذا على الموضوع. كل حال أنا كنت أقول يعني لابد أن يحدد الشاب الهدف مما يفعل، لأنه لو كان الهدف هو الزواج والارتباط فالأطر الشرعية تسمح له وفيها فسحة بحيث أنه يستطيع أن يتعرف على هذه الفتاة بالشكل طيب. الذي يريده الله سبحانه وتعالى ولا يأباه. فبالتالي لا إشكال من أنه يجلس، وأنت كذلك طرحت هذا الموضوع قبل أيام، يعني في وجود الأهل والمحارم، وربما ينزوي الشاب مع الشابة قريب من أهله وأهلها، يستطيع أن يتجاذب معها أطراف الحديث بحيث أنه يستمع إليها وتستمع إليه، يتعرف على يعني رغباتها وتتعرف على رغباته، وهذا يكفي بحد ذاته إذا كان الهدف هو الزواج. أما إذا كان الهدف مجرد التسلية ومجرد الونسة وتبادل كلمات الغرام والعشق فهذا ليس بابه، نحن في باب وهذا باب آخر يفترض أن يغلق تماما. فلذلك أنا لازلت أقول أن الهدف من هذه الأمور هو الذي يحدد الأطر التي من خلالها يستطيع أن يتعرف الشاب على شريكة حياته، والشابة أيضا تتعرف على شريك حياتها. فبالتالي لا بد أن نوجد للشباب، لا بد أن نوجد لهم مجالا لأن يتعرفوا بالشكل الصحيح، وذلك بعد أن يسأل عنها ويستقصي من أقاربها ويفهم أنها هي الأقرب إلى أن تكون قرينة له في حياته. وبعد ذلك نأتي إلى الرؤية الشرعية التي تكون في الأطر التي حددناها قبل قليل. فهذا كله يعطيه انطباعا تاما أن هذه المرأة تصلح له أو لا تصلح. وكذلك نحن لا نغفل الجانب الآخر، جانب الفتاة، وكذلك هي أيضا بالجلوس معه في هذه المأدبة تستطيع أن تتعرف عليه وتستطيع أن تحدد هل هو يصلح أو لا يصلح. وأنا شخصيا أعرف أسرة عملت هذا العمل، ومن خلاله سبحان الله يا أبو عبد الرحمن في جلستين، جلسة مع شاب، هذه الفتاة جلست مع هذا الشاب في وجود أخيها وتكلما وتحدثا، رغم أن هذا الشاب يعني الشاب ما شاء الله تبارك الله متعلم وكذا، إلا أن الفتاة حكمت عليه أن هذا لا يصلح لها ولا يستطيع أن يتواءم معها، فبالتالي اعتذرت منه عن طريق أهلها بطريقة لبقة، وتقدم إليها شاب آخر وجلسوا نفس الجلسة مع وجود أخيها، وعرفت أن هذا يصلح لها. وقبل أيام يا أبو عبد الرحمن، قبل أيام يعني حصلت هذه الزيجة، وأنت تعرف الدعوة التي كانت في بريطانيا وهكذا. ما شاء الله. فبالتالي الحمد لله. طيب. هناك مجال لأن يتعرف الشاب على الشابة والشابة على الشاب. طيب ثم ابقى يتزوج، معنا. لكن لابد يكون هذا الهدف حاضر يا أبو عبد الرحمن.
طيب ابقى معنا يا شيخ محمد، حنحتاجك في بعض المشاكل. يا شباب من مداخل ايضا منصور الاهدل، من؟ عبد الله الاهدل، تفضل تفضل شيخ عبد الله. محمد حنحتاجك في بعض المشاكل. يا شباب من مداخل ايضا خفض الصوت وكلمني بالتليفون، لا تسمعني بالتلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بالشيخ عبد الله الاهدل. كيف حالكم يا شيخنا؟ اخباركم؟ حياك الله، اهلا وسهلا. تفضل اعطينا رايك. والله يا شيخنا استمعنا لكلامك واستمعنا لكلام الشيخ محمد ابو عبد الهادي، ونستفيد منكم دائما ونتعلم منكم، جزاكم الله خير. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. صراحة نحن مؤيدين لكلامكم، كلام جميل جدا. وكلام الشيخ محمد برضو كان عن موضوع انه عن طريق الاهل، او ممكن احنا نطلع سوا في مطعم جميع الاهالي، اهلنا واهل الزوجة، وممكن يعني اذا الواحد يستحي انه يتكلم جنب اهلها او جنب اخوها جنب والدها، يجلسون على طاولة تكون قريبة منهم ويتكلمون يعني فيما بينهم البين، وياخذون ويعطون ويتعرفون على بعض يعني بوجود الاهل. يعني هل تتصور ان هذا الاهل يقبلونه؟ يعني الاهالي اليوم طبعا ربما في بلاد اوروبا وفي بلاد الغرب اخواننا الاريتريين او المسلمين عموما الذين يعيشون في اوروبا ربما يتقبلون هذا، لكن الذين يعيشون في دول الخليج او في بعض البلدان العربيه الاسلاميه هل تتصور انهم يقبلون هذه الطريقه؟ طبعا هي من حيث الشرع لا حرج فيها، لان الخلوه منتفيه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. واليوم الحمد لله العائلتين متواجدتين، والزوج والزوجه على بعد امتار، يعني 3-4 امتار، او الخطيب والخطيبه ان صح التعبير، ما صاروا ازواج، فعلى بعد 3-4 امتار، يعني بحيث انه يستطيع يسالها اسئله خاصه وهي تساله اسئله خاصه. هل هذه الطريقه تتوقع انها تكون مقبوله؟ هي تعتبر يعني بالنسبة للعوائل، يعني صحيح في عوائل كثير عندنا لا تقبل بهذا الشيء، قد يحصل هذا الأمر يعني، فممكن احنا نرجع للعادة القديمة ويكون التواصل عن طريق الأم. طيب شكرا لك. يعني في الأخير أمك ما راح تدور إلا مصلحتك يعني، ما راح تغشك أو راح تقول لك كلام ثاني طيب يضرك في الأخير بس عشان هي تمشي الموضوع، موضوع الزواج أو شيء. شكرا يعني لك. أمك تدور مصلحتك في الأخير. شكرا لك عبد الله الأهدل من اليمن الشقيق، أهلا وسهلا. الشيخ ريان أبو ريان من برمنغهام، أعطينا رأيك وأهلا وسهلا بك. الله يحييك ويحييك، يا مرحبا. هلا والله، هلا والله، يا مرحبا يا ما شاء الله، نورت الشاشة ونورت شاشة السلام. الله يحييك يا شيخ برهان. ما هو سؤالك يا شيخ برهان؟ وضح لي بالتحديد. السؤال يا شيخنا، يعني بعض الشباب طارحين موضوع، يقولون ليش أنتم تحدوننا في النظرة الشرعية على أن يعني نجلس في الجلسة اللي هي ما تتجاوز 5 دقائق، تدخل البنت ومعها الشاهي أو معها العصير من أجل النظرة الشرعية، وفي خلال 5 دقائق فقط تقوم. يقول أنا يا أخي ما شبعت عيناي منها ولا سمعت كلامها ولا رأيت أمورها. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا أفكارها هي، يعني تصلح لي ولا ما تصلح لي، يعني بهذه الطريقة هل هذه الرؤية الشرعية تكفيني؟ لا، أنا أريد أن أجلس أفهم معتقدها، تفهم معتقدي، أفهم تفكيرها، تفهم تفكيري، تشوف أخلاقي، أشوف أخلاقها. اليوم الفتن كثيرة جدا يا شيخ جمال، وتتراكم علينا الأمور وتتفاقم، فبالتالي أريد أن في المقابل الشرع أيضا يحذر من الخلوة الشرعية، وحتى لا يقع في الفتنة، وفي نفس الوقت حتى لا تتعلق هي به وحتى لا يتعلق هو بها أيضا، وربما هي لا تريده أو هو لا يريدها فيتعلق أحدهما مع الآخر. فلا بد إذن نشوف ما هو الحل الوسط برأيك. وهناك بعض الإخوة لهم اجتهادات في بريطانيا وفي غيرها، يجمعون الفتيات والملتقيات الدعوية بحجة التعارف، تأتي بالشاب مع الشابة في الملتقيات، ويقول لك خليهم يتعارفون لعلهم يتزوجون. وهل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل هذه الطريقة ممكن أن يبنوا بها أسرة يعني تعبد الله عز وجل؟
هذا هو الرأي الذي نحن نريد أن نخرج منه. ما هو الرأي الصواب الوسطي في هذه القضية؟ الشيخ جمال من بريطانيا برمنغهام. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للجميع، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. آمين. طبعا هذه نعم، احنا طبعا الآن نتحدث يعني في مرحلة من المراحل، أو قبل أن ندخل في المرحلة هذه يجب أن نتحدث عن ما هو الأصل، ما هو الأصل، ثم ننظر في هذه النوازل التي تحدثت عنها يا شيخ برهان. الأصل أنه لا تجوز، هناك محرمات محددة عناها الشرع وقطع أبوابها لأنها تؤدي إلى ما هو شر وفتنة وفساد. الأصل أن الزنا محرم، وكل ما يؤدي إليه محرم، لأن الجنسين بطبيعتهما الله سبحانه وتعالى خلق الرجل منجذبا إلى الأنثى والأنثى كذلك، فأي شيء يؤدي إلى المحرم الأعظم وهو الزنا فهو محرم. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. وأنت تلاحظ الآن أن كلمة لا تقربوا لم يقل الله سبحانه وتعالى لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا، دليل على أن هناك حدودا. نعم، ولذلك قال الله جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان لا يأخذ الإنسان مباشرة إلى الزنا خطوة واحدة، وإنما هناك مقدمات. ولذلك الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم يعني حرم ومنع كل ما يؤدي إلى محرم. من القواعد الفقهية المعروفة أن ما أدى إلى محرم فهو محرم، يعني الوسائل لها أحكام الغايات. جميل. فهنا الآن جميل، هذه الأمور، هذه القواعد رائعة وجميلة. الآن ننتقل أعطينا رأيك في الموضوع. رأيي في الموضوع أن هناك أصل في الشريعة هو أن يتعرف الشاب على مناسبة الفتاة، هل تناسبه أو لا. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا أخذنا هنا كلمتان، الأولى انظر إليها، ثم التعليل فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا نظرت إلى الوسيلة وجدتها وسيلة النظر، وقد كانت مجرد النظر في السابق يكفي لمعرفة ما إذا كان الحياة مناسبة أو لا. وهذا ينطبق على حالة أن كون الإنسان يعرف البيئة ويعرف العقلية ويعرف، فينقصه فقط أن ينظر إليها. يعني نص الحديث قال: انظر إليها، ثم علل وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا أخذنا كلمة أحرى أن يؤدم بينكما وجدنا أن الهدف والغاية من النظر هو أن يعرف الشاب مدى مناسبة الفتاة. طيب شيخ جمال، يا ريتك تختصر، لأن هناك اتصالات كثيرة من بعض الإخوة. نريدك فقط تعطينا بإيجاز رأيك كيف ممكن الرجل أن يتعرف على زوجته قبل أن يعقد عليها، وهي كذلك ما هي الطريقة المناسبة؟ يعني هل طريقة أهالينا قديما، هل كان أهالينا مخطئين حينما يسمحون بالدخول العريس؟ شيخ برهان، لم يكونوا مخطئين، لأنه في تلك الفترة كانت تلك الطريقة كافية ووافية، وستر الله بها الأسر، ولم يكن هناك انفتاح على العالم الخارجي، ولم تكن هناك فتن، ولم يكن كل ما تراه اليوم. فتلك الطريقة أدت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، حققت المقصود من مجرد الرؤية، وهي أحرى أن يؤدم بينهما. اليوم يا شيخ برهان الوضع مختلف تماما. الشابة أصلا تذهب إلى الجامعة وتدرس ويجلس بقربها الشاب، ويحصل التعارف شئت أم أبيت. الإنترنت أتاح، الله المستعان. واصل. نعم، واصل. الإنترنت أتاح لقيا الشاب بالشابة حتى ولو بغير قصد الزواج. فالأمة اليوم وضعها مختلف. لا نتحدث عن البيوت التي لا تزال محافظة، ولكن نتحدث عن السواد الأعظم. الشاب يلتقي بالشابة في مقاعد الدراسة، وأيضا يلتقي بها في مقاعد على طاولات وفي المواصلات وفي المقاهي وفي الكافيتيريا ورايحة جاية.
يعني ما عجز الشاب انه يشوفها. يعني ليس نعم. الان مصر يقول لك ابيحوا لنا، نبيح لك ايه يا حبيبي؟ هي موجوده في الجامعه، هي موجوده في عملها، هي موجوده رايحه جايه. ابقى معنا شيخ جمال، ساعود اليك. عبد الرحمن برهان ابو عبيده معنا على اتصال، اعطنا رايك. ابو عبيده افتح المايك لو كرمت. عبد الرحمن برهان ابو عبيده. طيب السلام هل في عليكم. غيره؟ عليكم السلام، السلام اهلا عليكم. وسهلا. تفضل تفضل ابو عبيده. يا الصوت مرحبا واضح؟ يا مرحبا يا زين هذا الوجه، حياك الله. عطنا رايك ايها الشاب. الله يحييك الله يحييك. اولا احييك يا ابي الغالي، واحيي المشايخ الكرام الشيخ محمد والشيخ جمال. وباختصار ارى انه هذا الموضوع حساس جدا تجاه الشباب، وانا اعتقد انه هذا هو الحاجز الاكبر او الهم الاكبر، الهاجس الاكبر عفوا، لدى الشباب حاليا، خصوصا من هم في المرحله الجامعيه ومن تخرج من المرحله الجامعيه. بدايه العلاقه الزوجيه قد تكون معقده بعض الشيء في هذه الفتره، كون انه هناك حدود دينيه، وايضا هناك مغريات والفتن من حولنا يعني كبيره جدا، خصوصا ما نراه في المدارس والجامعات. فانا سؤالي هنا لك والمشايخ، هل يشترط في اختيار الزوجة أن يكون هناك حب أم لا؟ بمعنى أنه في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها. ما ذكر يشترط أن يحبها. بعض الشباب في هذه الفترة يقول: يا أخي أنا لازم أحب هذه المرأة حتى أتزوجها، كيف أتزوج مرأة أنا لا أحبها؟ فهل هذا يشترط أم لا؟ أم هو يعني من باب الاستحباب؟ يا سلام يا سلام، سنلقي هذا السؤال على مشايخنا. شكرا لك ابو عبيده، وابقى معنا. عبد الله تفضل، اعطينا رايك يا عبد الله. الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ عبد الله، اعطينا رايك حبيبنا. والله يعني نفس ما قد يعني صارت في مناقشات سابقة، ان المشكلة الأكبر حاليا اللي قاعد تواجه الشباب انه عدم توفير الأسباب، مو كيف أقولها، ان الشخص ما صار، الآباء أو العادات صارت تمنع الشباب من انهم يشوفون النظرة الشرعية بكامل مبتغاهم. فلما تحصل نظرة شرعية تكون مدة قصيرة، والشاب يعني ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يتكلم مع البنت، فما يقدر يعرف عنها أي شيء. فمجرد نظرة كيف الحال، الحمد لله تمام، وخلاص تنتهي النظرة بدون ما يدخلون، يعني ما يعرفون أي شيء عن بعض. فبهذا السبب صار الناس يبتعدون عن يعني انت ايش تبغى؟ ايش تبغى تتعرف؟ على ماذا تريد ان تتعرف يا عبد الله؟ اعطينا كل ما في قلبك. يعني الآن أنت سألت عنها وأمك سألت عنها، والحمد لله عرفت أنها بنت مؤدبة وأخلاقها عالية والأسرة تمام التمام، ووصلت أنت إلى مرحلة أنك أنت جاي الآن تخطبها. إيش تبغى بأمور ثانية يعني؟ معرفة طريقة تفكيرها، معرفة إيش أهدافها في الحياة، معرفة عدة مواضيع، لأن لازم اثنينكم تشاركون في هذه المواضيع، في مواضيع فقهية، في مواضيع ثقافية، في مواضيع دينية، في مواضيع بشكل عام. يعني لازم تكون في اتفاق عشان ما يحدث اختلاف بين الطرفين. طيب هل هذا ما يمكن هذا تسأل عنه قبل ما أنت تخطبها؟ يعني ما تعرف هي تقرأ لمن وتشاهد لمن، وما هو طريقة تفكيرها، ثقافتها، دراستها، ميولها؟ ألا يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال أخواتك، من خلال أمك؟ ألا يمكن ذلك؟ يمكن هذا الموضوع يمكن، لكن لما تحدث الشخص يعني أنت بنفسك تقدر تفهم أكثر عن طريق شخص آخر، فيوصل المعلومة بيكون من نفس الشخص اللي أنا بتزوجه أو شيء زي كذا. يوصل المعلومة بيكون أسهل، لأن بعض الأحيان أنا أحاول أوصل المعلومة وأنقلها للأهل والأهل ينقلونها لها فتختلف المعلومة تماما. فأنا ما أوصل اللي في قلبي، بعكس إني لما أحادثها شخصيا مثلا بحضور أهلها، مثلا في مطعم، في كافي، في أي مكان، يكونون هم جالسين في جلسة وأنا أكون جالس يعني عدة أمتار بعيد عنهم، يعني محرمها يكون معاها وكذا، بحيث إني أقدر أعرف عنها أكثر، هي تقدر تقول في قلبها، وفي نفس الوقت ما يكون في ضغط من أهلها. يمكن أهلها ما يكونوا يعرفون عنها هذه الأشياء،
معلومات ما تبغى احد يعرف عنها، فاكيد تبغى زوجها او شريكها المستقبلي يكون يعني في نفس الجهه في هذه المواضيع، طيب بحيث انها ما تضطر انها عبد الله طيب عبد الله، الان هلا. انا يعني فهمت رايك، لكن عبد الله لو انك مثلا هل ترضى لاختك ان تبني علاقه مع رجل اخر من اجل الزواج؟ هل ترضى لبنتك ان تبني علاقه مع رجل اخر، علاقه حب من اجل الزواج؟ سواء لا كان طبعا حضروا الأهل أو لم يحضرون. يعني عملية مثلا حضور الأهل في مقهى أو في مطعم أو شيء من هذا القبيل، هاي سنتحدث عنها مع المشايخ بالتفصيل. لكن الآن الكلام اللي قاعد يدار، أريد أن أبني علاقة، أريد أن أحب زوجي، أريد أن تحبني، هل هذا يعني فعلا الواحد الشاب يرضاه لابنته ولأخته ولبنات عماته وبنات خيلان؟ هل هذا ممكن؟ لا، غير ممكن انك ترضى هذا الموضوع. لكن في هذا الزمن الحين يعني مع نفس ما قالوا المشايخ السابقين، انه في السوشيال ميديا في المدارس هذه الاشياء تحدث اشياء يعني سواء اردتها او لم تريدها، وفي نفس الوقت يعني سواء انت توافق عليها او ما توافق عليها تحدث يعني عرفت عنها او ما عرفت. فانت ايش افضل حل؟ انك تواكب هذا طيب اللي قاعد يصير ممتاز. باختصار تحدد أنت ما الذي شروط تريده يا قوانين. عبد الله؟ ما الذي تريده برأيك؟ أعطينا رأيك حتى يسمعون المشايخ ونربط بنا. ما هو يعني برأيك كيف الطريقة التي ممكن أنا أختار فيها زوجتي وهي تختارني أيضا كزوجا لها؟ ما هي الطريقة؟ انه يكون يعني في عده جلسات مع يعني من باب النظره الشرعيه، فمن بعد النظره الشرعيه بحيث انك نفس لما واحد يروح يخطب بنت ويروح يرجع يعطيها يعني يروح للنظره الشرعيه مره ثانيه وثالثه عشان يتاكد عدة جلسات نفس الوضع لوحدك لكن ولا مع أهلها؟ عدة جلسات لوحدك ولا ما مع عندي اي أهلها؟ مشكله، ما عندي مشكله اهلها يكونوا موجودين، لكن انه ما يكون في قريبين لدرجه انهم يسمعون الحوار اللي بيني وبينها. لان بعض الاحيان هي البنت تبغى تقول لي شيء بس ما تقدر تقوله لان اهلها يسمعون، ونفس الوضع معي انا. فانا ما ابغى اقول شيء للبنت بس ما ابغى اهلي يسمعون مواضيعي انا. طيب فلو البيوت يكونوا اليوم في نفس الغرفه الصالونات صغيرة، البيوت ما في صالون مثلا 8 أمتار في 10 زي بيوت السعودية، الله يزيدهم من فضله. الصوالين تقريبا 3 في 4. على كل حال ابقى معنا، سنعود إليك إن شاء الله. هل في اتصال آخر يا كنترول ولا نعود إلى المشايخ؟ طيب شيخ محمد عبد الله، أعطينا تعليقك على ما قاله أبو عبيدة عبد الرحمن برهان وعلى ما قاله عبد الله عبد العليم إدريس، فنستمع إلى تعليقكم بارك الله فيكم. هو حقيقة هو تأثير الإعلام طاغي بشكل واضح، فلذلك اعتقد بعض الشباب أنه لا يمكن يتزوج الفتاة إلا من خلال الحب. والمقصود بالحب يعني على حسب الواقع الآن أنه يتشبب بها ويتغزل بها ويرسل لها رسائل وقلوب حمراء ويخرجان مع بعض. هذا للأسف هذا اللي موجود، مع أنه كلمة الحب أو نهج الحب بحد ذاته شيء عظيم. بل الحياة لا تقوم إلا من خلال الحب، العلاقات بين الناس لا تقوم إلا على أساس الحب. فبالتالي العلاقة بين الزوجين حتى تقوم على الحب لابد يكون هناك أساس يربطهما، لا يكون هناك أمر يخدش الحياة في المستقبل. المرأة التي يتزوجها من خلال الحب ومن خلال الأطروحات اللي موجودة الآن، لا يمكن للشاب الذي يفكر مليا أن يقترن بمثل هذه الفتاة لمستقبل حياته، ولا يمكن أن يرضى أن تكون شريكة حياته. فبالتالي إذا قصدنا بالحب المعنى السامي والمعنى الجميل، هذا الحب أحيانا لا يتأتى إلا بعد الزواج. هذا واحد. هذا الحب قد يكون من أول نظرة نظر إلى هذه الفتاة، نظر إليها كما كان يقول الابن عبد الهادي، يعني مثلا رآها في العمل أو رآها في مكان معين فأحبها، ثم سأل عنها ووجد أنها توائمه، فيعني تقدم إليها وتزوجها فكان محبا لها. بهذه الطريقة الأمور تنبني، يعني لا يمكن أن ننهج النهج الخاطئ حتى نكون من العشاق والمحبين. فأنت يا شيخ برهان رغم أنك يعني ما رأيت أم عبد الرحمن من قبل إلا أنك تعشقها كما أعرف، وحبك لها
اي والله. يعني يعني نعم. لا يوازى بحب آخر. فبالتالي هذا الحب يمكن أن يأتي لعوامل كثيرة، وهو ذكر كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. شكرا. فيعني هذه الأمور قد تكون هي الركيزة في هذا الحب. أحسن شيخنا. شكرا الشيخ محمد عبد الله. الآن معنا أنس بيان، الشيخ المهندس السلام أنس عليكم بيان. ورحمة يا الله. مرحب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب. حياكم الله جميعا، نفع الله بعلمكم مشايخنا الكرام. آمين. عطنا رأيك في الموضوع أنس بيان. بالمناسبة أنس ابن الشيخ بيان من كبار مشايخنا وأساتذتنا. الشيخ بيان عبد الواسع ممن نحبهم في الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يرفع قدرهم ويحفظهم أينما كانوا. تفضل. الله يجزاك خير يا عمنا. اللهم صل على محمد. أنا أشوف في وجهة نظري الشخصية أن الموضوع يعني يكون فيه سعة مع الضوابط الشرعية. المقصد أن النظرة الشرعية في الوقت الحالي اختلفت، يعني أصبح يعني ما يصير فيه مجال نفس العادة. النظرة الشرعية الآن في الوقت الحالي صار بس الواحد يشوفها يعني شكلا ويخرج، لكن لو يكون في سعة في التواصل بحضور الأهل، طبعا أنه ما يكون في اختلاء، وبحضور الأهل طبعا، ولا بأس في يعني تكرار الجلسة بحضور الأهل. جميل. حيث يعني الزوجين يتناسقون. يعني أنت تؤيد، يعني أنت ترى أن يبقى الأمر كما كنا من قبل على الأمور التقليدية التي تزوجنا عليها جميعا بحضور الأهل والنظرة الشرعية الموجودة كذا. اليوم الشباب نعم. يريدون يا شيخ أنس، يريد أن يبني معها علاقة، يريد أن يشوف أفكارها، يريد ما أقول يريد أن يخلو بها، لأن إذا قلنا له هذه خلوة محرمة قال لك طيب أعطيني فرصة. فأنت إيش رأيك في هذا؟ والله الحل المناسب هو يا شيخنا أنه يكون الجلسات تكثر بحضور الأهل، رغم الجلسات هذه قد يكون بينها استحياء أو تخبي طيب كلام. ايش رايك؟ هل الحب ياتي بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ ايش رايك؟ الحب ياتي بعد الزواج ولا قبل والله الزواج؟ الحب ايه تفضل. والله انا اعتقد انه ياتي يعني مع الايام، والانسان اول ما يصل بذات الدين يعني ربي يبارك له في زواجه، وان شاء الله يعني تكون السنين مليئه بالحب. يقولون الحب ياتي من اول نظره، فاول ما يشوفها في النظره الشرعيه يا سلام يقع حبه او حبها في قلبه، والعكس بالعكس. طيب تعليق معنا مين كنترول؟ الاستاذ خالد. اهلا وسهلا. ثم سنذهب الى الشيخ جمال ليعلق على اراء الشباب. تفضل الاستاذ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالاستاذ خالد، حياك. تفضل. حياكم الله، بارك الله فيكم على الموضوع الجميل هذا. اولا انا كنت ارفع يعني صوتك بالله يا استاذ خالد. خاطب حاليا جديد، خاطب جديد، فمار في الموضوع هذا. انا يعني انا اشوف انه الحياة الزوجية والمفاهمة ما تيجي، يعني ما في شخصين حاليا، ما في شخصين يتعرفون على بعض ويتفاهمون في حتى بعد الزواج ممكن ما يتفاهمون بالشكل التمام 100%. فموضوع الاختلاف بين الطرفين شيء طبيعي، يعني لا أجي أنا أقول لكم إنه أنا أبغى أتعرف على شريكة حياتي. هذا كلام هذا يعني مو منطقي، لأنه طيب ايش هو المنطق؟ احنا حاليا ما هو برأيك المنطق الذي تقبله لأختك وتقبله لزوجتك؟ هل تسمح لأختك أن تبني علاقة مع رجل آخر من أجل أنها تبني أسرة؟ لابد أن يحبها وتحبه؟ لا أنا ضد الحب قبل الزواج. يعني اللي يقول لك انه في حب قبل الزواج فهذا غلط. الحب ياتي اصلا بعد الزواج. طيب استاذ خالد، انت عريس جديد او خاطب جديد، كيف تعرفت نعم. على شريكة حياتك؟ حدثنا باختصار في 30 ثانية. انا تعرفت على شريكة
حياتي من طرف الأهل والسمعة الطيبة. فهذه هي التعارف الصحيح، إنه أنت تتعرف عليها من طرف الأهل. يا سلام الأهل يا سلام. مدحوا لي إياها وهل أنت ومدحوا لي ذهبت ونظرت إليها النظرة الشرعية؟ نعم أكيد. كم مرة نظرت إليها أستاذ خالد؟ قول الحقيقة، كم مرة نظرت إليها؟ مرتين. نظرة شرعية مرتين نظرتها. ما شاء الله ما شاء الله. مرتين نظرتها من نظرة شرعية، وهذا حلال يعني، ما في أي حلال. إشكال. لماذا نظرت إليها نظرة شرعية مرتين؟ ما يكفيك مرة واحدة؟ المرة الأولى كانت ارتباك زي ما يقولون، المرة الثانية كانت هدوء. جميل جميل جميل. وكان طبعا بحضور أهلها وأهلك. أيوة أكيد طبعا. نعم. وبعدها كتبنا الكتاب كتبنا الكتاب، وبعدها الحمد لله الآن أستطيع أن أخرج معها طبعا كيف العلاقة بينكما؟ هل حبيتها قبل الزواج ولا حبيتها بعد عقد النكاح؟ بعد عقد النكاح الآن حبيتها، وبعد الزواج الحب الأساسي إن شاء الله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يا كنترول اللهم آمين. أعطوهم وسام ودرع من قناة سلام للأستاذ خالد قطب وزوجته الكريمة. نسأل الله تعالى لكم. طيب نعود الآن للشيخ جمال. الشيخ جمال، سمعت الآراء، بعض الشباب يقول لك هذا ما يصح، وبعضهم يقول لك هل ممكن أحبها قبل أن أراها؟ كيف أفكر؟ تعليقكم حول كل التعليقات التي سمعتموها شيخ جمال. أولا يا شيخ برهان الله يحفظك، لازم نفهم إنه إحنا نتكلم في متغيرات. إحنا الآن لسنا قبل 20 سنة. الطريقة اللي أنت تزوجت فيها أم عبد الرحمن واللي تزوج فيها أبو عبد الهادي أم عبد الهادي اختلفت تماما. أنتوا تتكلموا عن جيل، والجيل هذا أصلا ما كان يتجرأ. لحظة يا شيخ برهان، أول شيء لازم تعطيني وقتي، أنت قاعد تقاطعني. تفضل يا اخي. لا تزعل علينا، لا تزعل علينا يا شيخ جمال، تفضل. انت مين يقدر يزعل عليك يا شيخ برهان؟ لكن اللي ابغى اقول لك اياه، انت الان تتكلم عن فتره وتتغزل بام عبد الرحمن، ولك الحق، وبقيه البيت الكريم وابو عبد الهادي. احنا مدركين لانه هذه الطريقه هي الطريقه الامن. احنا اليوم نتكلم ضمن متغيرات. اصلا هذا الشاب اللي يتكلم معاك عبد الرحمن ولا عبد الله ولا انس، هذولي عاشوا الفترتين، شاف ابوه كيف تزوج وامه كيف تزوجت، وهو الان قاعد يقول لك الوضع اختلف. يا جماعه الخير، اعطونا اين الممنوع وما هو المباح. اذا رجعت الى الشريعه ستجد ان المحرمات محدوده، اللي هي الزنا وما قبل الزنا والعياذ بالله، اللي هو الخلوه المحرمه، النظر الى ما لا يجوز له ان ينظر اليها. واذا اخذنا مجموعه المحرمات، هذا رقم واحد. يجب أن ننظر إلى مجموعة المحرمات وما يمكن أن يؤدي إليه الانفتاح الموصل إلى الزنا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ننظر إلى الجوهر، إلى المعنى من قضية النظرة، وهي أحرى أن يؤدم بينهما. ثلاثة يا شيخ برهان، لازم هذه المعاني تغرس في الشباب وفي الشابات. بمعنى يجب أن تفهم المرأة لماذا هي منعت من أخذ الزينة، لماذا منعت من التبرج، لماذا منعت من التطيب، لماذا منعت من الخلوة، لماذا وأن هذه يجب أن يراقب الإنسان فيها ربه سبحانه وتعالى قبل بناء العلاقة. إذا هذا المفهوم ترسخ عند الشاب، سواء كان بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية، نأتي الآن وندرس المتغيرات التي حصلت. الآن هناك سؤال: هل أنا أتزوج عن حب وعلاقة عاطفية، أم أتزوج بعد أن أفهم طريقة تفكير هذه الفتاة اللي هو الأخطر اليوم؟ الجواب: أي دخول في علاقة عاطفية فهو خطأ، ليس من أجل الخطأ الشرعي، بل هو حتى خطأ عقلي. الإنسان حينما يرتبط بإنسان عاطفيا، ثم هناك احتمالان أن يكمل معها كزوجة أو تنقطع العلاقة فلا يستطيع. طيب إذا كمل معاها فالحمد لله أصبحت زوجة، ولم يوجد للمتحابين مثل النكاح، ورد في الأثر، تمام. لكن افترض أن هذه العلاقة لم تنتهي بالزواج، ستنتهي بإيش؟ ستنتهي بالآلام والأوجاع النفسية، ومعروف يعني نهاية الطريق. هذا يجب أن يتوضح للشباب. أي إنسان يقول والله أنا لازم أحب، بمعنى أعشق، بمعنى أني أنا أتوه وأمشي معها، ثم بعد ذلك احتمال أنها تكون زوجتي أو احتمال أنها ما تكون زوجتي وارد، فإننا يجب أن نحذر بأنه
انت مع اتقائك للمحرمات ضع في نفسك انك قد تبتلي نفسك بهذه المشكله وانت مثل ذلك. فالعلاقه اللي ما يسمونها بعلاقه الحب والعشق هذه ممنوعه، ليس فقط لانها قد تجر الى محرم، ولكن ايضا قد تجر الى ما يضر الشاب والشابه. طيب جميل، هذه النقطه وضحتها. بقينا في نقطه مهمه جدا وهي قضيه الارتياح. انتبه لهذه النقطه، هناك شيء اسمه عشق وحب ومش عارف ايه، وفي شيء اسمه ارتياح. الارتياح ياتي من خلال ايه؟ من فهم سلوك وطريقه تفكير الشاب والشابه. اليوم الشباب يا شيخ برهان يقولون النساء قبل 20-30 سنه لم يتعرضن لموجات تغريب. اليوم هناك ما يسمى بقضيه النسويات، المراه اصلا لا ترى كرامه للرجل، لا تريد ان تخدم الرجل، لا ترى ان الحقوق التي كانت تعطيها ام عبد الرحمن لابو عبد الرحمن هي لن تعطيها للرجل. طيب الشاب يقول لك انا كيف ممكن اعرف كيف تفكر هذه الفتاه؟ هل من خلال زياره امي لامها ورؤيه الشابه والنظر الى يعني الغطاء الخارجي؟ ثبت انه كثير من البنات اليوم في الظاهر فكر او شكل، وفي الداخل فكر شيطاني والعياذ بالله. فهو يقول لك هذه اذا كان الانسان ما يدخل في تجاره حتى يسال ويستفسر، تبغاني ادخل في علاقه ابني بيت وكذا وانا لا اعرف. زمان لم تكن الامور، كان يكفي ان المراه طيب تروح طيب يا شيخ جمال، يا شيخ جمال لحظه لو سمحت. يا شيخ جمال انت الان تقول بان هناك يعني الانفتاح والارتياح، وهناك انفتاح وامور وكذا. هل هذا الشاب لا يمكن ان يصل لهذه الشابه الا من خلال التعارف والجلسه الخاصه؟ أليس هو المفترض عليه أن يسأل عنها ويسأل زميلاتها ويسأل صديقاتها من خلال أخواته من خلال، ثم بعد ذلك يتقدم؟ لماذا الشاب يصر على الجلوس معها والتحدث إليها؟ يعني هل ألا يمكن هي أن تضحك عليه وأن أن 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 تعطيه مثلا أجمل ما لديها في جلسات؟ أليس الذين هم يحكمون عليها هم صديقاتها التقيات النقيات أو صديقاتها العاديات جدا؟ ثم أيضا هناك سؤال آخر سأعود إليك بعد هذا. دعني أقول لك يا شيخ برهان، اليوم الشباب، أنا جلست كثير مع هؤلاء الشباب يختلفون يا شيخ برهان عن الشباب السابقين، والشابات اليوم يختلفن عن الشابات السابق. فالمرأة اليوم لديها قدرة على أن تخبر بما تحب وما تكره بكل جرأة، مو زي زمان. يعني أديك مثال يا شيخ برهان، اليوم الحدود الفاصلة ما بين الشرق والغرب أصبحت ضيقة جدا بسبب الانفتاح، العولمة، الغزو الفكري. قبل تقريبا أسبوع اتصل بي أحد الشباب بريطاني عاش في السعودية وكان له تجربة زواج من أخت عربية، وقال لي أنا أدور الآن على يعني زوجة من داخل بريطانيا ليست عربية. فقلت له ليش؟ مع أنه يعني قال لي في مشكلة أنا كشاب كبرت في بريطانيا، هناك مشكلة، البنات العربيات يخفين كثير مما يبطنه. يعني الثقافة العربية فيها مجاملة، الثقافة الغربية لا توجد فيها مجاملة. فالفتاة تقول لك 1 2 3 مقبول، 3 4 5 6 مرفوض. فيقول أنا أرتاح لهذا الأسلوب لأن يوجد فيه قدر كبير من الصراحة، فما أبغى أدخل علاقة عاطفية وبعدين أكتشف إن هذا وهذا كان ممنوع بعدين، فما أبغى أغامر لأنه فشل في الزواج رقم 1. الآن يا شيخ برهان بسبب العولمة ودخول، صار الشاب يقول لك لا لشيء أنت يعني ما كنت تقول لا عنه يا شيخ برهان، وما كان عندك الجرأة أنت تتحمل. الآن لما تجي سنعود إليك يا شيخ جمال، سنعود إليك. موسى على الاتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ريان، عطنا رأيك في خلال 30 ثانية. يا مرحبا. قليل الله يحييك. حياك الله أبو ريان. صاباستي يا أبو ريان. الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك يا رب. والله أنا حبيت بس أقول إنه أنا متزوج الحمد لله، وتزوجت بالطريقة الشرعية، الطريقة التقليدية المعروفة. تحب أم ريان ولا ما تحبها؟ عطنا الحقيقة. نعم حبيتها وحياتكم نعم سليمة وطيبة الحمد لله. يعني أنت قبل الانفتاح على رأي الشيخ جمال. تفضل. أيوة
فاللي حاب اقوله انه يعني في وقتنا كان هذا هو الشيء الصح، اللي هو الطريقه الشرعيه، الطريقه الاسلاميه المعروفه، انه الواحد يعني يخطب ويتقدم ويعقد. كان في يعني حتى خروج مع الخطيبه او جلوس معها والى اخره. ولكن كلام ابو ريان شيخ جمال منطقي نوعا ما، لانه الان الجيل تغير ويعني الشباب تغيروا، فممكن يعني لابد من الجلوس، لابد من الكلام، مع انه انا ما اؤيد هذا الشيء ابدا يعني. جميل. انت هذا رايك ابو ريان؟ نعم، انا رايي هو رايي الصحيح، وهو الراي التقليدي، يعني الراي الشرعي، اللي هو الشخص ان يعني يرتبط بالطريقه الصحيحه، وهذا ما ارضاه لاهلي واختي، ويعني طيب وما فعلته يعني مع يا ابو زوجي ريان، انت الحمد لله. تتحدث اليوم عن وضع الخليجي وكذا، لكن اخواتك الموجودات في اوروبا، في امريكا، الذين اختلطوا بالفكر الغربي وراوا صحيح قد تكون انسانه يعني متحجبه وعفيفه، ولكن افكارها غير. زي ما قال لك الشيخ جمال، قال لك عندها 1 2 3 مقبول، 1 2 3 4 مرفوض، تقول لك انا مثلك تماما. هناك يعني الرجل والمرأة متساويان. كيف تعالج هذا الموضوع عند هؤلاء؟ يعني انا اشوف انه هالموضوع ممكن يحل، ولكن بضابط شرعي كذلك. يعني البنت والولد يكونوا في موطن عدم خلوه، يعني لا يكون في خلوه، ويكون هذه كلها الامور متضحه امام الاهل وامام الاقارب. يعني انت رايك ان الشاب ليس له عذر، يستطيع ان يسال عنها ويعرف ميولها ويعرف اخبارها ويعرف اشياءها، ثم بعد ذلك يطلب من اهلها مثلا الخروج الى مطعم، وان تكون هي قريبه من اهلها وقريب من اهله، وياخذ ويعطي معهم، وهذا يعني يحصل به بالضبط. الامر. نعود للمشايخ. شكرا لك ابو ريان، حياك الله. كذلك ممكن يعرف اشياء ما راح يقدر يعرفها من الحرمه نفسها. فالسؤال واخذ المعلومات من الخارج طريقه جدا يعني شكرا ابو ريان، كنت معنا من داخل اسطنبول. طيب احنا الان حناخذ مداخله من الشيخ عبد الرحمن محي الدين، ثم ننتقل للشيخ محمد عبد الله. نريد ان نعرض على الشيخ محمد عبد الله ايضا ما يحصل من الاخوات. يا شيخ محمد، احنا لما نروح نشوف المخطوبه، لست انا طبعا يعني الشاب، انا اتكلم باسم الشباب، لما نروح نخطبها من بيت اهلها، تاتي في الحقيقه بكامل حجابها الا الوجه والكفين، والشاب يريد ان ينظر الى ما يدعو الى نكاحها. يعني المشايخ اجازوا، وانت يعني تؤكد لي او تخطئني، اجازوا ان ينظر الشعر، وان ينظر الى الوجه والصدر وجزء من الكفين وجزء من الساقين، وأجازوا أن ينظر إليها وهي ماشية وهي قادمة ويسمع صوتها. هذا الذي أجازه الإسلام وأكده المشايخ. نريد تعليقكم بعد ما نسمع تعليق عبد الرحمن حول بعض الفتيات تأتي ومعها العصير، ولكنها يعني ليس منها إلا وجهها وكفيها فقط. يعني وكثير من المشايخ والإخوة والأفاضل والدعاة تزوجوا بهذه الطريقة. هل هذه الطريقة صحيحة؟ هل هذا الذي أمر به الشارع وهو يقول لك انظر إليها فإن في أعين الإنسان شيئا، أو انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، كما ذكر الحديث الشيخ جمال؟ سنعود إليك شيخ محمد عبد الله بعد مداخلة عبد الرحمن محي الدين. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن محي الدين، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك دقيقة ونصف. حياكم الله، يعطيكم العافية سماحة الشيخ، ونشكر لكم آبائنا الأفاضل على هذه الحلقة الجميلة. أما في البداية فسألتم الشيخ برهان عن هل الحب يأتي بعد الزواج أم قبل الزواج، ولي في هذا تعليق أن الحب مجرد مشاعر، لا يرتبط بورق أو لا يرتبط بمقابلات أو ما إلى ذلك، لكن نأمل كلنا أنه يأتي بالطريقة الصحيحة والسليمة والشرعية فيما بعد الزواج. أما مشكلتي في هذا فأن الشباب من تالي، وأنا واحد منهم، صار في فكر مختلف في قضية التعرف على البنت بشكل مفصل أو بشكل دقيق أكثر. يعني الواحد يبغى يوصل إلى أشياء في عقلها أو في طرق تفكيرها ما لا يوصله إياه التعرف عن طريق الأهل. يعني الوالدة ممكن أنها تقول لك الكلام اللي أنت تبغى تسمعه أو تنقل لك الأفكار
الدقيقة اللي أنت تبغى تعرفها عن البنت هذه، فهذا لا يحله إلا أنك تجلس معها وتقابل معها وتشوفها. فلعل الحل في هذا كما ذكر شاب من قبلي أنه يصير في جلسات مع الأهل في أماكن مفتوحة وأماكن عامة، والوصول في هذا إلى أبعد المباحات. وكما ذكر عمي جمال الله يعطيه العافية قال الحرام في هذا واضح، وإحنا ما نبغى نوصل للحرام، لكن إحنا نبغى نوصل إلى أبعد نقطة في المباح عشان نصل لمبتغانا الفكري في التعرف على الفتاة. ايش المباح اللي تبغى تتوصل له؟ الان اختك تسال عنها وتجيب لك اخبار، امك تسال عنها وتجيب لك اخبار، انت ايش تريد يعني بالضبط؟ بعدين عندك النظره الشرعيه، اذا انت نظرت اليها النظره الشرعيه حينها اما انها تدخل في قلبك او انك تنصدم منها. والنظرة الشرعية هذه بالنسبة لأن تكون مثلا يعني هناك ما يسمى بالعيوب في النكاح، وهذه لا يمكن أن تطلع عليها إلا بعد الدخول، وهي تستطيع أن تخفي عنك. أنا أقول يعني المرأة تستطيع أن تسوي لك فيلم. شيخ جمال يقول لك توريك كل شيء عندها واضح وكذا، هذا كلام أنا لا أعتقد أنه صواب على مطلق على مصراعيه، خصوصا إذا تريد الزواج منك. في فترة الخطوبة يا عبد الرحمن تبين لك الفتاة أجمل ما لديها من الجمال وحسن الأدب والخلق، ولا تأتي الأمور ولا تأتي الأمور على حقيقتها إلا بعد ما يعدي شهر العسل. وغالبا ما يحمي الأسر أخي عبد الرحمن هو الله عز وجل. إذا بنيت الأسرة على تقوى من الله فإن الله هو الذي جعل بينكم مودة ورحمة. وأن هذه آية من آيات الله، أن أنت تعيش مع المرأة 70 سنة لا تمل منها ولا تمل منك، وهذا من آيات الله عز وجل. فما الذي تريده منها الآن في جلسة 5 دقائق في مطعم ثم أيضا تتكرر مرتين 3؟ وإيش تريد أن تصل إليها؟ اللي أبغى أصل له أن أبغى أشوف الأشياء والأفكار والعقليات والطرق التفكير اللي عندها اللي ما يقدرون أهلي يوصلونها لي، لأن لن يعرف هذا إلا شخص جلس أمامها وتكلم معها بشكل صحيح وهو اللي يبغى يتزوجها. يعني أنا شكرا بشكل لك شخصي عبد الرحمن جلست معها أنت معنا من اسطنبول، بارك الله فيك. ننتقل الآن للشيخ محمد عبد الله، تعليقكم الشيخ محمد في دقيقة واحدة. لا تختزل أوقاتنا يا أبو عبد الرحمن، خلينا يعني نقول رأينا بكل ارتياح. على كل حال الموضوع الذي تطرق إليه أخي أبو ريان في غاية الأهمية ومن الأهمية بمكان، ولكن أنا يعني أقول دائما الجلسات التي يعني يجلس فيها الخاطب بالمخطوبة يعني قد لا تأتي بثمارها كثيرا، ولكن من خلال الأهل ومن خلال الجيران ومن خلال الصديقات يستطيع أن يتبين فكر الفتاة وما شابه ذلك. والآن في هذا الوقت يا شيخنا الكريم كثير من الفتيات يعني لديهن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه أيضا تعطيك انطباع وطريقة تفكير الفتاة، لأنه من خلال الأشياء التي تشارك بها في هذه الوسائل هذه تعطيك انطباعات، هل هي توائمك، هل هي يعني تكون معك كما تريد، هذه أيضا تعطيك مؤشرات. ثم الجلسة بعد ذلك أيضا تعطيك مؤشرات أكبر، ولكن لن تستطيع أن تفهم الأمور بكامل صورها إلا بعد الارتباط الشرعي الذي هو من خلال العقد الشرعي. خالد قطب قال بعد العقد الشرعي تستطيع أن تأخذ معها يعني راحتك وتتحدث معها بأريحية، وهي تعطيك رأيها بأريحية أيضا. هنا في هذا الوقت تستطيع أن تتبين ما مدى يعني ملائمتها لك، وهذا أيضا سبقه يعني أمور كثيرة مما يجعل نسبة القبول أعلى وأقوى. فبالتالي نكون نتحاشى يعني قضية أنه بعد العقد هل سنصل إلى درجة أن نفسخ العقد؟ لا، الأمور التي سبقت تعطينا انطباع أن هذه تصلح أو لا تصلح، وما يأتي بعد العقد هو من المتممات. السؤال الذي طرحته سابقا أن الفتاة إذا جاءت في النظرة الشرعية أن تكون بجلبابها وحجابها، هذا غير مقبول وهو مرفوض، لأنه ورد أيضا في بعض الآثار وبعض الأحاديث انظر إلى ما يرغبك منها، وكيف أنا سأرغب فيها يعني حجابا على رأسها ومغطية تغطية كاملة؟ لا، هذا لا يصلح، بل لا بد أن تكون
أشبه ما يكون إذا صح التعبير متبرجة، بس تبرج شرعي، لأنه هذا سيكون يعني زوجها المستقبلي. فلا بد أن تأتي وهي كاشفة عن شعرها وكاشفة عن نحرها وعن ذراعيها وعن جزء من ساقها، وهنا يتبين للرجل أنها تصلح أو لا تصلح. وهو أيضا ستنظر إليه الفتاة وهو بكامل جسده، هل هو يصلح أو لا يصلح، ثم بعد ذلك يتم الاقتران. شكرا فضيلة الشيخ محمد عبد الله محمد سعيد، كنت معنا من اسطنبول، بارك الله فيك، شكرا. الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد رفع الله قدرك، تاج راسنا وشيخنا، يقول: حقيقة الأخ جمال يتكلم من واقع نعيشه اليوم، وينبغي عدم غض البصر عن هذا التغيير، لأننا إن لم نجد حلا فالحل هو سوف يفعله الشباب بنفسه كما يحب. هذه تعليق الشيخ أبو الرشيد على ما قاله جمال أخي حفظه الله ورعاه، فهو كلام صحيح. لكن ما هو الحل؟ نحن الشريعة الإسلامية جاءت لكل زمان ومكان، والشريعة الإسلامية هي خير، فما هو الحل الشرعي الذي فعلا الذي سنعطيه فرصة أخيرة للشيخ جمال؟ ما هو الحل الشرعي الذي ترونه برأيكم؟ ما هو الحل الشرعي؟ هل نسمح للمرأة والفتاة أن تجلس مع الرجل ويأخذ منها وتأخذ منه ويكون هناك حب؟ وقد رأينا هذا أدى إلى الفجور والفسوق وأيضا إلى الطلاق، حتى لو بنوا علاقتهم بالحب. رأينا هذا من خلال الممارسات ومن خلال كثير من العلاقات انتهت بهذا. وكان بودي الشيخ محمد عبد الله يحكي لنا قصة، تعرف شاب على شاب عن طريق الإنترنت، ثم بعد ذلك لم يتم الزواج، قال: لك لا يشرفني أن تكون هذه زوجتي ولا أما لأولادي. بعد أن تعرف عليها قال: لا أضمن أن تفعل هذا مع غيري أيضا كما هي تعرفت علي عن طريق الإنترنت. الشيخ جمال 30 ثانية ونختم الحلقة إن شاء الله. ما هي نصيحتكم وما هي يعني رأيكم في هذا الموضوع؟ الموضوع هذا يحتاج إلى أن يتجدد أول بأول. تفضل شيخ جمال. أولا يا شيخ برهان، أنا غير راضي عن الحلقة لأنك لم تعطني الوقت، وأخشى أن يقال غدا هذا الضيف قال كلاما مبتورا وأسجل أنت اعتراض. تطول يا شيخ جمال، أنت تطول. الله يهديك. لأن الموضوع طويل، أنت تبغى تدخل في آراء الناس ثم تجيب شيوخ ثم بعد ذلك يقولوا والله فلان قال وفلان ما قال. لا، ما يصلح. هذه حلقة مبتورة ونحتاج إلى حلقات لتوضيح هذا. لكن خليني أقول لك حاجة، أنت سألت سؤال وقلت ما هو الحل يا شيخ برهان؟ الحل هو تربية الجيل على مراقبة الله ومعرفة أين يقف الحرام. يا سلام يا سلام. ما هو الحرام بالتحديد؟ حدثني ما هو الحرام. الحرام مجموعة من الأمور يجب أن نوضحها بشكل واضح لهذا الجيل. الممنوع أن يكون هناك خلوة، والخلوة ثبت فيها التحريم. جميل. أن يكون النظر بشهوة. جميل. 2، حينما يجري هذه العلاقة لديه نية وعازم على أن تنتهي بالزواج. 3، أن ينظر إلى ما أبيح له أن ينظر إليه، بمعنى أن لا تكون هذه الفتاة متطيبة متجملة متكحلة متعطرة، الأمور المحرمة نهى عنها الشرع، سواء بقصد الزواج أو ليس بقصد الزواج. لكن لو خرجوا إلى المقهى لا تتمكن أنها يعني إذا خرجت للمقهى أو إلى المطعم فلن تتمكن إظهار جمالها من شعرها وصدرها ويديها، لأن أمامها ناس أجانب أيضا. كيف هذا الشاب يريد أن يجلس معها؟ يا شيخ برهان لحظة، هذه أنت تبغى تروح للطريقة اللي تعرف. يا شيخ برهان أنت تتكلم الآن قبل 30 سنة، الآن الشباب والبنات يعرفوا بعض، شافوا بعض. الشكل الخارجي اللي أنت تتكلم عنه هذا ما يحتاج يزورها في بيت أهلها. أغلب الأسر اليوم أنت تتكلم مثلا عن ناس موجودين في المملكة ولا موجودين في اليمن ولا لا، اللي موجودين في أوروبا، اللي موجودين بعدين يا شيخ برهان. طيب أنا كيف أتزوج واحدة أصلا يعني متبرجة وشعرها منفوش وتلبس البنطال وإلى آخره، كيف أتزوج مثل هذه الشابة يا شيخ جمال؟ يا شيخ برهان أنت الآن تتكلم عن شاب عادي، أنت الآن كشيخ عادية. يا شيخ برهان أنت الآن شيخ موجه. الأمة فيها الله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيش يا شيخ برهان؟ ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات، والشريعة أتت لي أن تضبط يعني تضبط الجميع بحزام الشريعة. فحزام الشريعة ليس للمتدينين أو الذين عاشوا فترة الصحوة اللي كانت لا، الشريعة يعني أتت بالحدود الشرعية الصالحة أن تطبق في أوروبا ولا في المريخ. فهمت علي؟ طيب يا شيخ جمال هذا معناه يعني احنا لما نقول أن الشريعة جاءت للجميع، هل معناته نتنازل نحن عن بعض أحكام الشريعة لهؤلاء لأنهم عايدين؟ ايش أحكام الشريعة اللي تبغى تتنازل عنها يا شيخ برهان؟ يعني مثلا هي الآن متبرجة، والرسول يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه إنسانة متبرجة وإنسانة ما عندها دين. يا شيخ برهان التبرج والسفور والعطور والخلوة غير الشرعية هذه كلها محرمة. أنت ما تفتي الشاب بجواز هذه الأمور. أنت ماذا تريد يا شيخ برهان؟ تريد تبيح لهم ما حرم الله؟ الجواب لا. الآن السؤال كيف الشباب ما يقولون لك نبغى نشوفها متبرجة متعطرة، الشباب يقولون نبغى نفهم فكرة، هل إذا أنا تزوجتها أنا عندي الآن الوضع اختلف في مؤثرات خارجية فهمت؟ فهو يريد أن يفهم ما مدى الانسجام بعد الزواج ويرى أنه هذا انتهى الوقت. هل ترون نعيد الحلقة هذه مرة أخرى؟ هل ترون نعيد هذه الحلقة ونناقشها بعمق مرة أخرى أو نكتفي بهذا؟ آخر شيء الذي أريد أن أقوله يا شيخ برهان، يجب أننا نربي الشباب اليوم أيا كانوا. اليوم المجتمع المسلم يعيش غربة في بلده وفي بلاد غير المسلمين. انتبه لهذا. أن ننمي في قلوب الشباب والشابات مراقبة الله. 1 2 يجب أن نعلم الاثنين أن الدخول في علاقات عاطفية خطير جدا ومؤثر، وأن هناك أمراض اكتئابات وانهيارات وبسبب أنه لا يستطيع بعد أن يكتشف أو قبل أن يكتشف لسبب أو لآخر. فالحذر من الشيخ جمال من تنامي العلاقات العاطفية حتى وإن لم نقل بتحريمها. جزاك الله خير الشيخ جمال سعيد نور حسين. بعدين أنت يا شيخ برهان يعني إيش من غير تحضير دخلتنا في ذا الموضوع، ولكن يعني وين تحتاج لتحضير كله ده وتحتاج لتحضير؟ أنت محضر من 40 سنة يا شيخ جمال عند الشيخ ابن عثيمين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. أتقدم يا مشاهدي الأكارم بالشكر الجزيل للشيخ جمال سعيد من بريطانيا، كما أتقدم للشيخ محمد عبد الله من اسطنبول، والشكر موصول لعبد الرحمن أبو عبيدة وعبد الهادي وعبد الله ومحي الدين وأنس وكل من تداخل معنا عبر الواتساب. وأخص بالشكر الجزيل لشيخنا وتاج راسنا شيخ أبو الرشيد محمد جمعة، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. وآخر كلمة أقولها: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بناء أسرة ليس سهل، فعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة. اعلموا أنكم إذا بنيتم أسرة وفشلتم معناته ما اتقيتم الله ولا سرتم كما ينبغي أن يصير. فالإنسان يحافظ على بيته قدر المستطاع، لأنه يبني أسرة تعبد الله تبارك وتعالى. والإسلام جاء بكل خير، الإسلام جاء بكل خير، وتوسع في الفهم الفقه ومحاولة فهم المباحات للاستفادة منها أيضا مطلوب. في آخر هذه الكلمة أقول: نسأل الله تعالى أن يرزقنا زوجات، ولذلك كان من دعاء الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شكرا لكم، ولعلنا نعود إن شاء الله هذا اللقاء مرة أخرى، لأنه حديث الساعة وحديث الشابات والشباب. نسأل الله أن يحفظ بناتنا وأولادنا وأن يعصمهم من الفتنة، وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسق والعصيان. ونؤكد أن الزواج على التقليد الشرعي يؤكد فيه الحب والمحبة، وقد أحببنا زوجاتنا والحمد لله، ونحن نعيش في أتم السعادة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم. وأبو عبد الهادي يتهمني بأنني أنا أحب أم عبد الرحمن، هو لا يحب أم عبد الهادي بل يحبها، ويحب أبو ريان يحب زوجته أيضا، والكل يحب زوجاتهم الذين تزوجوا بالتقليد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.